افتحي يا تيتا كوكو، انتي عندك ضيوف ولا ايه؟ أهلاً وسهلاً مدام سوسو، اتفضلي. ممكن يا تيتا كوكو تعملي لي كوباية شاي من إيدك الحلوة؟ هعمل لك شاي حالاً يا سوسو علشان القعدة تحلو. أنا عرفت من تيتا كوكو إنك جاية، ولما شميت ريحة الملوخية باللحمة المحمرة قلت أكيد جيتي. أنت جيتي إمتى؟ وجاية زيارة ولا دراسة؟ وماشية إمتى؟ أوعى تكون أسئلتي كتيرة، أصلي ما أحبش أتقل في الأسئلة. أنا جيت النهاردة الصبح ويا دوبك اتغديت وحضرتك نورتينا. أنا جاية أدرس آثار وعلم المصريات، أعمل فيه ماجستير ودكتوراه، لسه قدامي شوية وقت. غريبة، عينيكي متكحلة زي الفراعنة، هو ده طبيعي ولا من كتر دراستك للمصريات؟ هو إيه سر الكحل ورسمة عينين الفراعنة اللي باينة في كل معابدهم؟ الكحل اكتشفوه المصريين من 5000 سنة، وما كانش للزينة وبس، كان حماية من الشمس وليه معنى ديني كمان، علشان كده الرجالة كمان كانوا بيتكحلوا. أها فهمت، دي معلومات جميلة، شكراً يا لولي. الشاي المتين وصل. شكراً جداً يا تيتا كوكو. تابعوني علشان تعرفوا هروح فين وهعمل إيه، هبهركم.